أعزائي مشاهدي اليوم السادس أهلا بيكم. كندا بلد سياحي من الدرجة الأولى، ده كلام حقيقي ولا ده كلام جرايد ومجلات وتلفزيون؟ ده كندا دي بلد مملة، ما فيهاش حاجة تتعمل بعد الساعة 6، تقعد ما تلاقيش حاجة غير إن أنت تقعد على النتفليكس تقزقز لب وتاكل فشار وخلاص، واليوم خلص. تشتغل طول النهار والويك إند آخره مطعم، تروح تاكل في حتة وتقابل أصحابك وخلصت على كده. تعملها سنة، تعملها 2، تعملها 10 سنين، لكن ما فيش حاجة تتراح. هي فعلا فسح في كندا كلها أكل وشرب ومطاعم وزيارات في البيوت لما الناس زهقت من بعضها وابتدت تتخانق مع بعضها، وده قال وده عاد ودي قالت ودي راحت وده راح وده جه؟ ولا فعلا كندا بلد سياحي وفيها أماكن محدش من الناس اللي عايشة في كندا 10 و15 و20 سنة شافها لحد النهاردة؟ هم بس التلات أربع خمس حاجات اللي احنا نعرفهم: السي ان تاور والجزيرة والروجر سنتر وشوية الأماكن اللي احنا والمتحف والكلام اللي احنا بنروحه ونياجرا فولز، هم دول اللي احنا نعرفهم بس. إنما الأغلبية هي ما تعرفش إن كندا فيها أماكن سياحية كتيرة جدا. وعشان نقدر نعمل فعلا فرصة إن احنا نتعرف بجد على كندا اللي احنا عايشينها، واحنا عايشين في بلاد تانية مش في بلدنا اللي احنا موجودين فيها، كان لازم يكون معايا فرصة حلوة ان انا اقابلكم بالخبير السياحي الاستاذ ريمون بطرس. ريمون اهلا بيك. اهلا بيك. شرفتنا في اليوم السادس. شرف ليا شرف ليا. اقول ايه بقى، ريمون الفنان ولا ريمون اللي ريمون بيطلع الانسان. رحلات سياحية ولا ريمون الانسان؟ انت مين فيهم؟ انا كوكتيل على بعض. عرفنا بقى مين ريمون بقى. انا ريمون عبد الله خليل بطرس، تربيه موسيقيه. كنت بغني في الاوبرا في مصر. والرحلات دي هوايه، كانت هوايه من والدي، ان هو فضل كان خادم في كنيسه، وكان ماسك لجنه الرحلات دي من مثلا حوالي 20 سنه تقريبا. كان عندي انا 5 سنين، وكنت انا خل عنقود، ودايما انا لازق في بابايا يعني. فلفيت معاه تقريبا مصر حته حته لحد ما كبرت، وبقيت اساعده في الخدمه ديت. وبعد كده بدات ان انا اخش على الرحلات مع الجامعه في اتحاد الجامعه. ممكن اصدقائي على الفيسبوك لسه لحد دلوقتي يفتكروني بالرحلات ديت، لحد ما بدات تعرف الموسيقى في مصر ما بتاكلش عيش. فبدات ان انا اتجه ان انا اجيب عربيات صغيره، ابدا اسوق واتحرك في مصر كسواق. شويه بدات الموضوع يكبر بقى شركه سياحه يعني. وبعد كده الفكره بقى لما جت فكره كندا، قررت ان انا اجي كندا واكمل نفس المجال بتاعي اللي كنت فيه في مصر. طبعا اول حاجه اتقالت لي: كندا ايه اللي فيها السياحه دي كندا دي بلد كئيبه، انت تشتغل في تعالى نعمل حاجه تانية، اعمل يلا بيوتي سنتر ولا اعمل ديكير ولا. يا جماعه لا، انا شغلتي السياحه وهفضل شغال في السياحه. فقررت ان انا ابدا برضو من الصفر تاني في كندا، سكول باص. بعد كده خدت تريننج في الشركه التانية عشان اسوق الهاي واي كوتش الكبير. وبعدين ستيب باي ستيب، طبعا الهاي واي كوتش ده بيسافر يعني. فبقيت لقيت نفسي بطلب مني اروح اماكن انا عمري ما سمعت عنها. انا راجل مصري عايش في مصر اكتر من نص عمري. فيقول لي روح كيبك. ايه كيبك دي؟ اروحها ازاي دي؟ ولا اروح مش عارفه فين ايه دي. بقيت ان انا اخش على الخرايط وادرس الاماكن والطرق، والاماكن دي عباره عن ايه. فلقيت نفسي مع الوقت تقريبا زرت اكتر من نص كندا، النص الشرقي كله لكندا. ودخلت كمان على امريكا، النص الشرقي بتاع امريكا برضو، لان هو معظم الحاجات الاساسيات كلها في الجانب الشرقي، واللي هو القريب كسواقه يعني. فهي خبرتي في السواقه، في السياحه بالسواقه في كندا وفي مصر برضو. يعني انت خدتها خطوه خطوه. ابتديت اول حاجه طبعا، الوالد هو السبب طبعا اللي هو اداك الاساس. البذر نفسها، فكره. هو علمني يعني ازاي انا اتعامل. انا شفت الصور على الفيسبوك وحاطين حتى في الصوره في الاعلان. الوالد انت مش شبهه بس في الشكل، انت شبهه في الخبره اللي انت خدتها منه في مجال النشاط الاجتماعي طبعا وتنظيم الرحلات. على فكره احنا فينا شبه من بعض برضه. انا كنت ماسك رحلات في الجامعه، وغاوي رحلات، فاهم انت بتتكلم في ايه، وفاهم انت ازاي بتنظم الرحلات. كلمني بقى اكتر على اول ما دخلت كندا، واول ما ابتديت تتعامل بفكره ان انت عايز تعمل حاجه، شركه سياحه، نشاط سياحي، رحلات ما بين الناس وتنظيمها.
ايه المشاكل اللي واجهتك وايه العقبات في الاول هو كانت عامله كانت ازاي؟ البداية أصلًا كان كل شيء مُحبِط حواليّا، أنا كنت باقول إيه اللي جابني كندا؟ أنا جاي كندا أعمل إيه؟ مم. أنا سِبت مصر سِبت شركتي وسِبت حياتي عشان أبدأ هنا إيه؟ مم. يعني الواحد أنا تعبت واتمرمطت في البداية طبعًا، والسواقة مش سهلة خالص في كندا، طبعا. سوق أوتوبيس طوله 16 متر ربنا وارتفاعه يحافظ 4 عليكم، متر، طبعا السواقه صعبه. وتتحرك في الأجواء بتاعة كندا سواء كان في wind أو تلج storm تلج، يعني أنا كنت في أيام بتعدي عليّا وأنا سايق الأوتوبيس وفي مونتريال وما فيش طرق أصلًا شايفها كلها أبيض في أبيض. اه. الخبرة والexperience اللي كنت واخدها في مصر هي اللي ساعدتني أكتر إن أنا أبني شغلي، وإن أنا أكون مستقر في شغلي أكتر، مم. يعني ما يبقاش في قلق إزاي أتعامل مع المواقف الصعبة. على فكرة تنظيم الرحلات مش أي حد يعرف ينظم رحلة، يعني أنا مش يعني موضوع خبرة، في مواقف كتيرة بتمُر بيها في الرحلات وعلى خاصة الرحلات الطويلة، بتحطك قدّام تتصرّف إزاي. يعني أنا والدي مثلًا هادّيك مثال، أنا كان عندي 8 سنين تقريبًا 9 سنين، والدي كان عامل رحلة تبع الكنيسة وكانت بحر، وفقدنا واحد في البحر، يا ساتر. بعيد الشر عن مم. السامعين يعني. فطبعًا المواقف اللي زي دي بتمُر على البني آدم بيتعلّم منها حتى لو مم. كان صغير في السن، مم. إزاي يتصرّف وإزاي عمل إيه في المواقف دي. هنا برضه بنمُر بمواقف صعبة، مم. يعني سهل جدًا إن واحد يأجّر أوتوبيس ويجمّع الناس. مم. بس لو ما عندوش experience، مم. لو مَر عليه موقف مشكلة في حجز، مم. أنت بتتعامل برضه بابا علّمني التعامل مع كل الشخصيات وبكل أنواعها، مم. لإن هو كان بيعملها خدمة مش من غير مقابل، يا. يعني حاجة مش حاجة ربحي. فانت بتاخد الاحساس ان انت من الخدمه دي انت دايما بتقدم سيرفيس بروح الخدمه أيوه، للناس اللي إزاي حواليك. تكسب الناس؟ يا. أنت بتتعامل مع شخصيات مختلفة بجميع التفكيرات مختلفة وآراء مختلفة ونمط مختلف وفكر مختلف، إزاي تقدر تجمّع مثلًا عدد زي كده تطلع بيه رحلة تقعد أسبوع مثلًا في كوبا. اه. يعني أنا أفتكر آخر رحلة طلعناها من 3 أسابيع كوبا، كان معايا جروب ممتاز، مم. رائع، أنا ما شُفتش جروب زيه. مم. الحد اللي فات كانوا متجمّعين مع بعض في بيت واحد من الرحلة بيتغدوا مع بعض كلّهم. مم. آآ يعني انت كونوا صداقات جديده ممكن يكونوا طبعًا، معرفين بعض ما لكن يعرفوش بعض خالص، خالص. لدرجة إن واحد منهم بيقول لي: "ده شكلها رحلة طين." يعني قُلت: "ليه يا عم؟" قال لي: "أنا ما أعرفش شكلهم كده." قُلت له: "لا بس اصبر، بس اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه." هم طلعوا أنا أصلًا جمّعتهم قبل الرحلة بيوم، مم. وشربنا قهوة مع بعض عشان يتعرّفوا ببعض، وبدأت إن أنا أشِد يعني كل واحد بيبقى عنده prestige، اه. يقول لك أنا أطلع لأ أنا أرقص ولا أتنطط ولا أعمل يقولوا عليّا إيه، وألبس إزاي أنا مايوه وأنزل المَيّة قدّام الناس أتكسف. مم. يا عم اطلع، ما لكش دعوة بحد، مم. أنت طالع طالما ما بتأذيش اللي حواليك انبسط. مم. لازم حد يسحب الحتّة دي، يفك يفُك التلج اللي الصواميل بيسموه. اه. اه. الصواميل وتخلّي الناس إن هي تنطلق، يا. وأنت تنطلق قبلهم، يعني أنت لازم أنت تكون أنا اللي عمّال أهرّج، يا. أنا اللي عمّال أضحك، أنا اللي عمّال أزُق في ده وأعمل في ده، بتفتح الطريق ليهم أزُقّهم عشان علشان يبتدوا يحسوا ينطلقوا، باللحظه. عشان ينطلقوا. تمام. دي الexperience اللي هي بتاعة بابا. معانا مكالمة تليفونية طبعًا زي ما تحبوا تشاركوا معانا بافكّركم بالرقم اللي موجود على الشاشة 289-274-8011. إيه الأماكن السياحية اللي أنت ممكن تشوفها في كندا؟ تعالوا نشوف أول اتصال ونقول ألو. ألو دكتور مجدي يوسف، أهلًا، أهلًا، أهلًا. إزاي حضرتك؟ صوت تأوناس الجميلة تونس. تأوناس كأناس ربنا صوت يخليك. قريب لينا كلنا. مذيعة صديقة وزميلة، إعلامية معروفة وشاطرة جدًا في مجالها. باحييكِ وأهلًا بيكِ على مشاركتِك معانا في اليوم السادس. Thank you so much. أنا بقى باحب أحيي حضرتك على الحلقات الجميلة والبرنامج الشيق اللي إحنا متابعينه على طول، وباحيي حضرتك على الحلقة الجميلة النهارده، حلقة فرفشة كده. كندا your new home طول عمرها بتقدم service، وإحنا النهارده بمناسبة الservice والخدمات اللي بتقدميها معانا أستاذ الخبير السياحي ريمون بطرس، وهو كنا بنتكلم من منطلق الخدمة وروح الخدمة اللي اتعلمها من والده وطبقها في المجال السياحي. ايه رأيك في موضوع كندا دي؟ هي كندا بلد مملة فعلا التأوناس، ولا انت لما بتقولي كندا يور نيو هوم في برنامجك بتقولي لهم ان كندا فيها اماكن سياحية غير اللي هم يعرفوها، سي ان تاور والايلاند والكلام ده؟ ما
ما هو ده بقى اللي احنا اخدناه من استاذ ريمون بطرس، واحنا بنعتبره عملاق السياحه الكنديه. ازيك الله استاذ يخليك يا ريمون؟ رب، مش الدرجات دي يعني. لا الله يخليك. بنشكرك بجد على كل الرحلات الجميله والتجمعات الحلوه. انا اقول لحضرتك يا دكتور مجدي، لما تطلع رحله مع ريمون تحس نفسك انك في مصر بس بتتفرج على اماكن في كندا. فالروح العيلة والفاميلي سبيريت اللي بتكون موجودة في الرحلة بتحس نفسك وسط عيلتك وحبايبك وطالع تتفسح كأنك يعني مش في غربة خالص، يعني كأنك فعلا at your home. فده بتلاقاه من أول التفاصيل على الجروب لما بيعمل إعلان عن الرحلة. الجروب أساسا يعني كله جميل. ولما تطلع بقى الأتوبيس وتلاقي صورتك على الشاشات والوقت حلو للتعارف. أنا شخصيا يعني تعرفت على ناس جميلة جدا ما كانش ممكن أقابلهم غير من خلال أستاذ ريمون والرحلات الحلوة اللي كان اللي بيطلعها لنا. انا كنت فاكر يا تونس ان يعني الرحلات انتهت الفكره بتاعتها من ايام ما الواحد خلص رحلات الجامعه والاقصر واسوان وكده خلاص، ودخل بقى كندا وبلد الساعه 6 اخره يقعد ياكل فشار ويتفرج على فيلم مع اولاده او اصحابه في الويك اند، وهي دي بس الحياه. لكن ما كنتش اعرف ان احنا ممكن ده نحول حقيقي. الحياه هنا لزي في مصر زي ما انت قلتي، نطلع رحلات مع جروبات وحاجات زي كده. احكي لنا ايه اللي بيعجبك في الرحلات اللي بتتعمل مع الاستاذ ريمون؟ انا بجد بيعجبني السبيريت زي ما بقول لحضرتك، انك بتحس نفسك اساسا في وسط عيلتك. يعني انت بتحس الجروب كله مش طالع، مش مجرد هو طالع رحله او ناس ما تعرفش بعض، بنحس ان احنا مقابلين بعض قبل كده. وده من خلال ريمون، يعني هو المايسترو بتاع الرحله. فهو من اول ما بيقابلك على باب الاتوبيس انت بتحس نفسك شخص انت عارفه من زمان جدا. الويلكمينج سبيريت والفاميلي سبيريت جوه الاتوبيس بتلاقى صورة، يعني صورتك واسمك على الشاشة في الاتوبيس. This is like a very personalized. بتحس بقى خلاص أنا I'm part of this group، إحنا كلنا عيلة طالعين ننبسط ونتفسح. فعلا إحنا ما كانش في رحلات خالص قبل كده. ريمون عمل ثورة في السياحة الكندية، فرجع الهوسبيتاليتي اللي احنا متعودين عليها في مصر ومش لاقيينها هنا، هو حطها في المجتمع الكندي. واحنا يعني بجد فخورين بالعمل اللي انت بتعمله استاذ ريمون، وبنشكرك بجد على الحاجات الحلوه، الرحلات الجميله والتجمعات اللي انت بتديها لنا. روح الخدمه موجوده لان هو بيعمل اكسترا السكند مايل، يعني هو مش بس بيقدم سيرفيس، هو كمان بيحاول ان هو يجيب احلى اسعار للناس، يعني حتى لو على حساب نفسه وعلى حساب يعني وقته. كمان بقى احنا عاوزين نساله النهارده بعد اذن حضرتك دكتور مجدي يوسف، عقبال ما نقابله شخصيا احنا عاوزين نعرف احنا هنروح فين الشتويه دي، ومشتاقين جدا لرحلات الشتاء ان شاء الله مع استاذ ريمون بطرس. ميرسي على مداخلتك، وندي بقى فرصه لاستاذ ريمون يجاوبنا على سؤال توناس. واضح انهم بيسالوا ايه البرنامج السياحي اللي انت حاطه للشتاء السنه دي؟ بص، هو الشتاء مشكله الجاليه العربيه كلها في الشتاء بتاع كندا ان هم بيعملوا بيات شتوي. يقول لك انا اطلع في الدنيا بيضه بره، اطلع اروح فين انا؟ جو ساقعه. مع ان ممكن في حاجات حلوه تتعمل، ممكن تبقى في رحلات صيد على الليكس المتجمده. طبعا دي صعبه قوي ان انا اقول للجاليه العربيه نعمل كده، هيقول لك انت مجنون، هتاخدنا عايز تنشفنا في الثلج. فعشان كده بفضل دايما في الشتاء ان انا اروح اماكن دافيه. بره كندا للاسف بضطر اعملها بره كندا. يعني هيبقى في المكسيك ان شاء الله في فبراير، وفي محاولات ان انا بحاول مع سان وينج ان انا اعمل كجروب ان انا نعمل في المارش بريك مكسيك برضو او مونتكانا، علشان تبقى بالتقسيط عشان يبقى الموضوع سهل للعائلات. انا مثلا عيلتي 5 افراد، لما ادفع انت عارف رحله مثلا كوبا اللي فاتت من 3 اسابيع دي كانت ب $700، وانا بختار الفنادق في كوبا بالتحديد ان في مشكله اكل في كوبا. انا بختار الفنادق على الفرازه واكون قاري وشايف وعارف الاكل اللي بيتقدم ايه.
لكن بتواجهنا بعض المفاجآت احيانا، زي مثلا حصلت ميه اتقطعت، مش عارف كهرباء بتقطع على مستوى كوبا لانها بلد فقيره. فانا بحاول بقدر الامكان اللي بسمع عنه ان هو في مشكله، ان انا لان بطلع معاهم. انا دايما اطلع مع الرحلات بتاعتي واكون معاهم علشان اشيل من على كاهل اللي موجودين اي احساس باي مشكله، اي حاجه تحصل هتصب عندي انا الاول، وانا اللي بحلها قبل ما تكون وصلت لحد. طب انا عايز ارجع تاني لنقطه كندا. ليه انت ما بتغيرش الناس الفكر العربي اللي هو عايز يتجمد ويقعد تحت اللحاف، ولو هينزل يتفسح ياخد ولاده في حته بره الزون بتاعه؟ احنا ليه ما بنخرجش بره الكومفورت زون بتاعنا؟ ليه ما توديناش اماكن؟ يعني انا مثلا شفت مع الكنديين لما كنت بشتغل معاهم فعلا حته الفيشنج دي رحله جميله جدا بتتعمل وبتنبسط فيها الناس، وزي ما انت قلت الجاليه العربيه كلها ما عندهاش الخبره. ليه ما بتاخدش الانيشيتيف دي وتمشي عكس التيار وانت واثق من المنتج بتاعك؟ ده انا عملتها جربتها في مونتريال. احكي لنا. قلت كنت عامل مونتريال السنه اللي فاتت في شهر نوفمبر، في اول نوفمبر. وكان بدأ فعلا الثلج ينزل بقى. دي رحله كيبيك اللي عندنا صورها؟ نو دي كيبيك دي في الصيف. كيبيك دي تحفه رائعه في الصيف وفي الشتاء. طبعا. بس في الشتاء برضه مش هيستحملوا الجو ثلج هناك. الثلج هناك درجات الحراره بتبقى منخفضه جدا، لدرجه انهم بيبنوا في فندق بيتبني هناك بيتبني من الثلج وبيبقى غالي جدا. فطبعا انا دايما بحاول اوفر الكوست على الناس. وبوفر الكوست عن طريق ان انا طبعا في ايدي التحكم في الاتوبيس، تحكم في حاجات كتير. كشركه سياحه باخد سعر مخفض. فمثلا هديك مثال، مثلا انا السنه اللي فاتت طلعتهم كيبيك سيتي 4 ايام، كانت مونتريال وكيبيك، ورحنا تادوساك في على المحيط الاطلنطي، التقاء النهر بتاع سانت لورنس مع المحيط الاطلنطي. والحته دي غنيه جدا بالاسماك. دي عندنا فيديوهات. عشان كده في حيتان. نحط الفيديوهات واحنا بنتكلم عن رحله كيبيك الصيفيه السنه اللي فاتت. ونشوف وانت بتتكلم على المنظر. عملنا كروزه في المنطقه بتاعه تادوساك دي على بعد 2.5 3 ساعات من كيبيك سيتي في اتجاه المحيط الاطلنطي، وقعدنا 3 ساعات ونص بالظبط في المحيط الاطلنطي، وشفنا الحيتان بتتحرك حوالينا وبتنط جنبينا، ويمكن في الفيديو باينه قوي الحيتان. كنا راكبين مركب كبيره قوي. فالموضوع بيبقى عارف يعني $350 كانت تكلفه الرحله دي، 4 ايام بالاقامه. يعني كانت تقريبا انا لو كنت عملت 4 5 اوتيلات كانت هتطلع الرحله دي. بس انا دايما ما بفضلش العدد الكبير عشان تبقى الكنترول بتاعها، عشان الناس تبقى شايف كل حاجه، واخد بالي من كل واحد. لو في حد متضايق، في حد عنده مشكله، ابقى انا شايف. لما يكون عدد كبير بيبقى انا ببقى عليا ضغط اكبر، وعلى الاخص لو انا طالع سايق الاتوبيس كمان، لان طبعا بطلع سوق الاتوبيس عشان اوفر. السواق لما بيطلع بيبقى ليه اوضه، بيبقى ليه تكاليف كل يوم، مبلغ بالساعه وباليوم، فبتقع المبلغ ده بيتضاف على تكلفه الرحله. فانا عشان اوفر التكلفه دي بطلع انا سوق الاتوبيس، وعلى الرغم ان انا ببقى مشرف وسواق ومنظم وكل حاجه بعملها، فببقى ضغط عليا جامد. فطبعا انا ما بفضلش ان انا يعني اكتر في العدد في الرحلات اللي كنت بعملها مع المصريين بالذات، حتى مع الاجانب. يعني انا دلوقتي بيجي لي افواج من بره، من المانيا مثلا، بقول اتوبيس واحد بس وممكن يطلعني كل اسبوع. يعني انا الصيف اللي فات ده كله تقريبا كنت برجع بيتنا يومين في الاسبوع، واقعد اسبوع بره البيت. مسافر بعمل تنظيم الرحله من نياجرا لحد كيبيك. كل المدن اللي في السكه دي بنزورها، فيها اماكن السياحيه اللي فيها، وفي بعض الرحلات اللي كانت بتعدي كمان من مونتريال تخش على امريكا، على نيويورك، على واشنطن، ويطلعوا بالطياره يرجعوا المانيا من واشنطن، وانا ارجع بالاتوبيس فاضي او السواق يرجع بالاتوبيس فاضي. فهي الفكره كلها العدد كبير هو ده. طب انت حسيت بفرق بين الافواج الالمانيه والافواج العربيه في رحلاتك؟ ايه الفرق وليه؟ الفرق ان هم بيبقوا دارسين. انا بديهم الفندق، بديهم خط السير، وبديهم كل حاجه. هم بيخشوا على الانترنت يشوفوا الفندق كويس جدا، يشوفوا هم رايحين فين بالظبط، يدرسوا البروجرام اللي انا بديه لهم، الايتينري بتاع الرحله بالتفصيل، وبقى جايين وعارفين هم هيعملوا ايه معايا. فانا ما ببقاش شايل هم ان حد يعترض او حد يقول لي لا ده هنا في كذا وفي كذا. فده اللي بيريحني اكتر في الشغل الالماني بالتحديد. عارف الالمان دقيقين جدا،
فبيبقوا مركزين مع كل خطوه بيعملوها بالساعه وبالدقيقه وبالثانيه. طبعا هم بيثقوا فيا، الجاليه العربيه بتثق فيا جدا. ففي بعض الاحيان بيبقى الحاجه حد عايز مستوى مش عارفه ايه، حد عايز حاجه مختلفه، حد عايز ايه. فبفضل طول الرحله بلف بدور عشان ده اريح ده واريح ده بقدر الامكان. فده الفرق يمكن شويه. بس هم طبعا انا بنبسط اكتر مع الجاليه. انا بطلع كرحله بالرغم ان انا ممكن يكون عليا ضغط ومجهود جامد، بس ببقى مبسوط اكتر مع يعني الجاليه بتحس العربيه. انه على الجاليه العربيه ان انت عيلتي بتنبسط تطلع رحله معاهم، عيلتي انما الجاليه شغل. التاني تحس انها شغل. آه. احنا معانا مداخله هتبقى من الاستاذ شريف سبعاوي. انتوا عارفين ان الاستاذ شريف سبعاوي غير ان هو نائب في البرلمان في اونتاريو، هو كمان نائب لوزير السياحه في اونتاريو. ودي بتدينا فرصه ان يكون واحد بقى من الكوميونتي بتاعتنا، واحد من الجاليه بتاعتنا، وفي نفس الوقت عنده زي ما بيقولوا كده اكسس لحاجات معينه ممكن احنا ما نعرفهاش او ما بنتعاملش معاها من منطلق ان احنا دي خدمات بتتقدم لترويج السياحه في اونتاريو، واحنا ما بنشوفهاش، ما بنحسش بيها. دايما الحاجات اللي موجوده على الويب سايت في اونتاريو او في الحاجات دي مش كل الناس بتخش اللي عليها، عندنا بتخش ما عليها عندهاش وتعرف وقت. ان ليها مميزات وليها حاجات حلوه جدا احنا ممكن نستفاد بيها. فاحنا لو المكالمه جاهزه، المداخله مع الاستاذ شريف سبعاوي نائب ايوه، البرلمان في اونتاريو. اهلا اهلا سياده النائب. اهلا بيك يا مجدي، ازيك؟ احنا لسه كنا بنتكلم عن ترويج السياحه في اونتاريو، واحنا كل دايما الناس بتقول لما الواحد عايز يطلع رحله او عايز يتفسح بيطلع بره كندا عشان ينبسط، لان كندا ما فيهاش حاجه تتشاف. وده الكلام ده كلام بيتناقل، وده مش حقيقي. النهارده معانا الاستاذ الخبير السياحي الاستاذ ريمون بطرس اثبت لنا من شويه انه فعلا في اماكن كتيره جدا بنتمتع بيها هنا في كندا، ومش لازم نسافر ولازم نضيع وقت كبير ومصاريف كتيره في السفر بره كندا. كلمنا اكتر عن خطه الحكومه في اونتاريو لترويج السياحه بصفتك نائب، مش بس نائب البرلمان، كمان نائب وزير السياحه في اونتاريو. تمام. طبعا احنا عندنا الوزاره بتقوم ببرامج كتير جدا هدفها انها تشجع الناس انهم يعملوا سياحه داخليه. يعني من ضمنها مثلا احنا السنه دي عملنا انتروداكشن ل يعني تاكس ريبيت جديد اسمه ستي تاكس. لو انت قضيت كذا ليله في اوتيل، يعني قضيت اي ليالي فندقيه، بنعمل لك ريبيت ل 25% منها بحد اقصى $1000 للنفر. فدي بيجي لك تاكس كريدت بربع الفلوس اللي انت صرفتها عشان تبات في اي اوتيل لو انت رايح تقضي اجازه. طب دي حاجه جميله، ما حدش فدي اول حاجه. يعني دي حاجه اول مره نسمع ان احنا نقدر لينا نرجع ربع قيمه التاكس بتاعتنا لو احنا سافرنا في رحلات داخليه. يس يا فالستي تاكس دي بتديك 25% من قيمه الاوتيل. 25% من قيمه الاوتيل. دي اول حاجه. عندك حاجه تانية، احنا كل الحاجات اللي بتعمل فيستيفيتي، يعني كل الجهات اللي بتعمل فيستيفيتي علشان يجي لها ناس، من اول مثلا مهرجان بتاع كوميونتي معين، مغني هيعمل ليله في حته، فرقه هتيجي، حتى لو هي فيستيفيتي خاصه باي يعني بحاجه تاريخيه، فيستيفيتي بتاع الكنيسه، فيستيفيتي بتاع مثلا موسم جمع التفاح، موسم جمع الفراوله، اي حاجه من الفيستيفال ديت. بروورز مثلا بيعمل فيستيفال تذوق للنبيذ بتاعه، اي حاجه من دي احنا بنقدر نديهم جرانتس بيقدموا في مواعيد معينه طبعا، وبيقدم للجفرمنت فيزيبيليتي ستادي، يعني يقول لو احنا خدنا الفلوس دي هنقدر نعمل فيستيفال بالشكل الفلاني، وده هيجيب سياحه لكندا قد كده، او لأونتاريو او لميسيساغا. فبيقدر الحكومه تديله
جرانت علشان تشجع له الفيستيفال بتاعه. فدي حاجة تانية بتشجع ان احنا كل الجاليات يبقى عندها ترويج سياحي للناس بتوعها. يعني انت عارف انا حضرت فيستيفال باكستاني من اسبوعين كده، كم من الناس اللي كانوا جايين من كاليفورنيا ومن نيويورك اكتر من تلتين الناس اللي في القاعة جايين عشان مغني معين عايزين يسمعوه. فجايين من بقول لك من كاليفورنيا ومن نيويورك باعداد يعني. فاهم؟ فده طبعا حاجه زي كده، ما هو يقدر يقول ان انا اتحجز عندي الاعداد دي من الخارج، ده راجل بيجيب سياحه. طبعا ده بيزود عدد الاشغال الفندقي، بيزود الاستثمارات اللي في المنطقه، بيزود حركه الاقتصاد في اونتاريو. فطبعا انتوا عن طريق كده بتدعموا او بتدوا نوع من الجرانت للدعم او تدعيم الانشطه يعني هي طبعا يعني هي الموضوع بيبان بسيط، بس هو الحقيقه ابلكيشن مطول جدا جدا جدا، ولازم يكون اتعمل سنتين بحيث ان المعلومات اللي بتطلب عن السنه اللي فاتت واللي قبلها، صرفت قد ايه في الدعايه، صرفت قد ايه على كذا، صرفت قد ايه للعماله، يعني كل حاجه ان ديتيلز بفواتير، وبيدوك نسبه من حاجات معينه. يعني ما بتاخدش اي، يعني مثلا الفيستيفال هيكلف 100,000 هيدوكم منهم 10,000. اوكي، بس ستيل بتساعد. اوكي، ف يعني مهرجان بتاع تيست اوف ذا ميدل ايست خد مننا دعم من الوزاره. العرب كنديان اوركسترا واخده دعم ضخم جدا من الوزاره عندنا. فاهم قصدي؟ ضخم، يعني ضخم رقم كبير. وهم فعلا كانوا عاملين نشاط جامد، جايبين مروان خوري عاملين انجازات حلوه جدا. نوجه لهم التحيه. خلي بالك الفلوس لما بياخد اي حد فلوس، اي جهه بتاخد فلوس من الحكومه، بيتم متابعه صرف الفلوس دي بكل دقه. طبعا. يعني ايه؟ يعني انت قلت هتاخد 10,000 دول، هتصرف منهم 2 على دعايه، وواحد على مطبوعات، وواحد على مش عارف ايه. فين فواتير الكلام ده؟ بكل تدقيق يعني. يعني مش انت هنديك 10,000 وانت تصرفهم زي ما انت عايز، لا مفيش. يعني فلوس الحكومه فلوس مراقبه جيدا، لان دي تاكس بيرز ماني. يا عم يلا يا عم يلا يلا، فاهم؟ بس لا احنا خايفين على سلامتك في الطريق. دي حاجه خلي بالك. الحاجه الثالثه، خلي بالك وانت سايق. عندنا برضو برضو جرانت ثالثه مهمه، اللي هي احنا عاملينها حاليا لدعم الميوزيومز. ان احنا فتره الكوفيد كل الجهات اللي هي ميوزيومز زي اونتاريو ميوزيوم، زي الاغاخان ميوزيوم، الميوزيومز الكبيره يعني كلها طبعا ما كانش عندها دخول، ما حدش بيروح ان بيرسون، فلفتره طويله ما عندهمش اي تذاكر. فاحنا عاملين بروجرام لسه هيجهز على يناير ان شاء الله، انا شغال فيه دلوقتي. هنعمل دعم لتنشيط ان الناس تزور الميوزيوم، سواء بقى عن طريق ان احنا نعمل لهم سن معين يزور المتحف ببلاش مثلا، او ان احنا نعمل اي دعايات معينه ممكن تجيب لهم زيارات. يعني فاهم قصدي؟ ماركتينج معين، فيستيفال معين، حاجه معينه تبع المدارس. يعني لسه البروجرام بياخد دلوقتي كونسلتيشنز منهم، هم عايزيننا نساعدهم في ايه من وجهه نظرهم. يعني احنا لو عملوا ايه هيساعد ان يبقى عندهم رواج اكتر، وبالتالي هنساعدهم في اللي هم عايزينه علشان يجي لهم زيارات يعني. استاذ ايوه استاذ شريف، انا بشكرك جدا على المداخله بتاعتك، واتمنى لك قياده امنه، وميرسي جدا على مداخلتك، وبشكرك مره تانية من اليوم السادس. ثانك يو فيري ماتش. معلش انا اسف على التاخير، بس احنا لسه طالعين من البرلمان حالا. لا يعني احنا مدين وقتك، وبنشكرك على المداخله، كانت فيها معلومات قيمه بالنسبه لنا، وخليك معانا وتابع الحلقه ان شاء الله، ونشوفك إن شاء قريب الله. في الاستوديو ان شاء الله. بكل توفيق.
شكرا جزيلا. ليك، الف شكر. كان معانا النائب البرلماني شريف سبعاوي عن دائرة مساجا ايرين ميلز، وهو كمان نائب وزير السياحة في اونتاريو. معلومات حلوة، معلومات طبعا. قيمة ان انت النهاردة وانت بتنظم رحلات، لو انت بتبقى عارف بيها بتفرق معاك. يعني انت النهاردة لما تخفض وترجع لنا 25% من قيمة اوتيلات واحنا رايحين جوه كندا، اي نعم اجراءات الحكومه بتاخد وقت سنتين. وليها قصص، بس على الاقل بتبقى بتدي تشجيع اكيد معين. طبعا، هو كفايه ان هي المبدا اصلا موجود في كحكومه انها تدعم حاجات زي كده، دي حاجه كويسه قوي. الدعم نفسه بيحفز يعني بيحفزنا ان احنا نشتغل، وان حتى لو هناخد الريفاند دوت او المبلغ دوت من الضرايب بعدها بفتره، يعني الموضوع بيبقى احسن ما فيش زي ما بيقولوا يعني. فهو يعني حاجه بادره طيبه من النائب بتاعنا الجميل شريف سبعاوي، وهو دايما صاحب المبادرات الحلوه اللي بتخدم الكل وخصوصا الجاليات العربيه يعني. طيب بص بقى، انا عندي بقى ليك كميه اسئله وتعليقات. اول حاجه، ناس بتدعي لك وبتتمنى لك كل توفيق الله يخليك، كتير ودعواتكم قوي، ليا ودعواتكم انجيل ليا. الله يخليك. وهاله وناس كتير قوي مبسوطه يخليك. بالمجهود اللي انت بتعمله. في حد، اوليفيا بتقولي خلي بالك من ريمون. اوليفيا بشاي. اوليفيا بتقولي خلي بالك من ريمون في الحفظ من والاسبوع، ما مونتريال. تخافيش. من مونتريال دي واضح. اوليفيا من الكورال بتاعنا. يا معانا حد من استراليا فاتن، بتقول لك احنا نفس المشكله اللي عندكم دي عندنا احنا برضو بنقول ان احنا ما بنلاقيش حاجه معانا. استراليا يعني مليانه اماكن فسح، بس بتقول نفس الكلام، احنا عندنا نفس الايشو. طب هي ايه المشكله يعني؟ هل انت بس بتارجت سيجمنتس معينه وبتحط اسعار قليله في الرحلات، او بتاخد عدد قليل؟ ليه ما تفكرش الناس؟ انت عارف احنا عندنا بروفيشنز كتيره في كندا، وفي حجم استثمارات ليهم في السياحه في فلوريدا مثلا. يعني كل الناس اللي احنا نعرفهم اكيد عنده بيت او اتنين في فلوريدا وبيقضي فيهم اجازاته في الشتاء مثلا. ليه ما تفكرش تتارجت السيجمنتس دي ويتعرفوا على حاجات ويروحوا مثلا ألبرتا، فانكوفر، بلاد تانية، يقضوا حاجات جديدة، يعني يتمتعوا بأماكن بص، هو انا سياحية. بحاول اعمل حاجات زي كده، بس انا بفضل دايما الحاجه اللي انا اعملها اكون انا رحتها، علشان لما اعملها ابقى فاهم انا بعمل ايه. فالبرتا مشكلتها بالنسبه لي، او بانف بالتحديد اللي هي اكتر بالظبط. حته معروفه في البرتا، مشكلتها ان هي في الشتاء تلج جدا. دي مش متناسبه مع الجاليه العربيه، دي متناسبه مع الاجانب ممكن عادي جدا، الكنديين اتس اوكي. السعر بيبقى مناسب جدا في الشتاء. لكن لو جينا في الصيف بيبقى السعر اللي هو موجود في الشتاء بيبقى 5 أضعاف السعر في الصيف. فاجي انا اعمل الرحله الكوست بتاعها مثلا سي مثلا في الشتاء هيكلفني $300 $400 بكل حاجه. اجي ابص عليه في الصيف الاقيه معدي $1000. طب ما انا بدل ما اروح البرتا، الناس محتاجه مكان، الناس هنا مفتقده البيتش المالح، الجو الدافي. هم برضو نفس المشكله بتاعت الجاليه العربيه في الميه برضو، يعني الليكس هنا كلها، طبعا انت عارف الليكس هنا مصدرها كلها القطب الشمالي. فمهما الميه والجو سخن، الميه بتبقى ساقعه. انت لو فتحت حنفيه الميه في عز الصيف هتلاقيها متلجه، يعني كانها خارجه من الثلاجه. فدي المشكله بالنسبه للقادمين اللي هم زي جم في سني كده، اللي هم مش مولودين هنا، بعد نص العمر كده جم، فجسمهم متعود على حتى الشباب الصغيرين يقول لك انا لو عايز اتفسح مش هتفسح في كندا، انا هطلع امريكا او هطلع اوروبا. الكل مفتقد الشواطئ. فانا زرت مثلا الصيف دوت مع مجموعه من المجموعات نيو برونزويك، ورحت برنس ادوار، ورحت بيتشات هناك حلوه جدا، ممتازه، وميه حلوه جدا، بس برضو لسه نسبه السقعه دي موجوده. هي دي مشكله كندا مع الجاليه العربيه. لكن انا لما انا كان معايا اجانب في برنس ادوار، الاجانب نزلوا، انا مش قادر انزل، الهواء شديد، مجرد ما انا اطلع من الميه بس او ابل رجلي الاقي الهواء لفحني، مش قادر، جسمي مش متعود على الجو ده. لكن الشباب الصغير كله اللي اتولد هنا او اللي جم صغيرين هنا بينطلقوا في الاماكن دي. طب انت عندك كالندر كده للسنه، كل كوارتر كل شهر ايه الاماكن اللي تحب الناس تروحها جوه كندا؟
جوه كندا انا طبعا برشح اول مكان يطرح اللي فيه اماكن فعلا مناظر طبيعيه. هي كندا معروفه في السياحه بتاعتها بالمناظر الطبيعيه الخلابه. مم. يعني اللي بيجوا من كندا بيجوا من بره كندا، مش جينا عشان خاطر اثار. احنا عندنا في مصر انا افتكر دخلت رحله من رحلاتنا المتاحف الموجوده في اوتوا، في نص المتحف بالظبط متحف التاريخ. طبعا خلاص. قال لك ايه ده اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ احنا متعودين نخش متحف المصري، الاثار الفرعونيه، سوري، اتفضل. الاثار الفرعونيه والحاجات كلها يعني هي اللي متوفره في المتحف، واخد بالك؟ يعني. فانا رايح اتفرج على فستان معرفش مين وعجله معرفش ايه وعربيه مين. لا الكلام ده ما ينفعش، واخد بالك؟ فالمتاحف والحاجات دي بالنسبه للناس هنا برضو مش لا طبعا مش مقارنه، احنا مناظر الخلابه. مناظر خلابه. اسرد لنا كده بقى خلينا بقى نبدا. اللي انت بتشجعنا ان احنا اولا الناس برضو عارفه نياجرا شلالات بس. تمام. نياجرا دي مليانه حاجات. انت لو اخدت بعربيتك الطريق من شلالات نياجرا من توبر بروك لحد نياجرا اون ذا ليك، في 8 اماكن ممكن تزورها، زي ووربول، زي فلاور كلوك، زي السد اللي هو الهيدروليك دام في امريكا وفي كندا، زي اماكن كتيره قوي ممكن تقف تشوفها لحد التقاء النهر مع ليك اونتاريو. تمام. دي حتت ما حدش بيزورها. طبعا. تخش في مصانع الواين هناك عامله تيست للواين، اللي ما بيشربش واين ممكن يقعد يشرب حاجه، شاي، قهوه، يقعد في مكان وسط الزرع والشجر شجر العنب بيبقى في وسط يعني المصنع بيبقى موجود في لوكيشن هناك بيبقى للتصوير للافراح، حاجات كتيره قوي. منطقه مليانه حاجات انا ما كنتش اعرف انا شخصيا، لولا ان انا بيبقى معايا جروبات ومعايا تور جايدز. بنتيجه كده انا بشوف بقى هم بيزوروا ايه وبيعملوا ايه، اماكن اول مره اشوفها تعرفت عليه. تبدا من نياجرا. عندك تورونتو مليانه برضو حاجات. انت عندك الناس كلها عارفه تورونتو، السي ان تاور تمام والاكواريوم، وهي المنطقه المربع ده. محدش يعرف مثلا ديستري مثلا. في كمان السوبر ماركت، في سان لورنس ماركت، في كاسالوما. كازالوما ده كاسالوما ده متحف، وكان معمول له محطه كهرباء مخصوص. في عشوه كمان تبقى جميله يعني. وبيأجروه كمان للافراح ومش عارفه يعني خرافه متحف. تمام. في شوارع كامله مقفوله طبعا ده في الصيف للاعداد والتمشيه والهاي بارك وكده. حاجات كتيره موجوده، والزو والحاجات كتيره. الزو طبعا مثلا الناس كلها مش عارفه تورونتو لان نتيجه ان انت عايش في بلد ضخمه قوي. فانت عشان تعرف البلد فيها ايه لازم تزور ولازم تتحرك ولازم تقرا وتشوف الدنيا فيها ايه. التريل في كل حته، حتى في ميساجا يعني جنب بيت اي حد فينا في اوكفيل. ريفر هنا في مساساجا مثلا، ريفر تحت الكوبري وتمشى. منظر الميه خرافه. ما بين حته مثلا ما بين جلينتون و برهامسورد. انزل تحت الكوبري اللي هو على الريفر ده وتمشي منطقه اسمها تريل بالعجل على رجلك. كل التريلز دي كتير، في اماكن كتير. احنا في كل حته فيها اماكن حلوه بس احنا ما بندورش. عندك مونتريال، عندك ماونت رويال في مونتريال، عندك سان جوزيف اللي هي الكاتدرائيه الكبيره اللي فوق ماونت رويال، عندك الاولد سيتي، عندك المينا القديمه، عندك حاجات كتير. عندك اوتوا البرلمان، عندك متاحف، في متحف طيران خرافه، ممكن تركب طيارات قديمه وتطلع بيها كمان جوله. حاجات كتيره موجوده. عندك كيبك سيتي، في شلالات احنا ممكن نصور لو انت تطلعوها الشلالات، نحط الشلالات مع الجروب السنه اللي فاتت. ولو جينا بقى سيره الشلالات، انا بحب كمان في شلالات في هاملتون دي بلد جميله جدا. حد يعرف حاجه عن هاملتون فيها شلالات؟ ما حدش يعرف عنها حاجه. انا برضو عرفتها بالصدفه مره بسبب شغلي كسواق في البدايه. شلالات هاملتون دي جميله وفيها بارك وتقعد طبعا يعني اختلاف بقى طبيعه الجسم، اللي يستحمل يقعد مثلا دلوقتي في الشتاء في الثلج ده غير اللي يستحمل في الصيف، غير اللي مش عارف، كل واحد حسب بيحب الصيف اكتر والشتاء اكتر، هو بقى ده اللي بيفرق. عندك كيبك سيتي دي حاجه تانية خالص بقى، دي عالم تاني. بس في ناس برضو بتحب اللي هي الحاجات اللي فيها فانسي، ودي مش موجوده كتير، يعني زي ريزورتس مثلا بتاعت مصر وبتاعت دبي. ازاي؟ في ايه مثلا ممكن؟ في ريزورتس في مثلا في مسكوكا. في ريزورت كبير وحمامات سباحه وعلى ليكس وكل ما بيعملوا فيها مؤتمرات. انا رحت كذا مره مؤتمرات مع شركات كبيره
مم. شركات تليفونات زي شركات كبيره جدا، مم. مفيش داعي ذكر اسماء يعني. تمام. شركات كبيره عامله مؤتمرات وقاعات مؤتمرات، يعني ممكن تعمل فيها مؤتمرات ثقافيه، ندوات، والناس تقضي وقت حلو في اماكن دي. يعني مسكوكه مثلا بيننا وبين تورونتو حوالي ساعه ونص. في في باري برضو في ريزورتس، وفي اماكن كتيره بس يعني اللي يعرف، اللي يدور، اللي عاوز هو لو هيدور. حد مثلا زيك بيعمل اتفاقيات ويحجز اماكن زي كده، لانه دايما الافراد الاسعار بتبقى غاليه قوي، فلو في جروبات حاجات زي كده ممكن انا ممكن اعملها تقدر طبعا، تعمل بس حاجات الفكره ان دايما انا بشوف الحاجه اللي تنفع الكل، الغالبيه. الغالبيه. لا بس انت لو فكرت بدي هتشتغل على سكيل صغير، لو فكرت على سكيل كبير هتلاقي ان في ناس هتعرفك اكتر في الحته دي، ودي هتبقى ليها مجال كبير قوي. بمناسبه المؤتمرات بقى، العصفوره قالت لي ان انت صوتك حلو، فاحنا جايبين لك مايك. اسمه ايه المايك ده؟ مخرج مايك حاجه انت كنت هايلي ما كنت سولوشن. قلت لي عشان اجهز حاجه طيب. لا هي دي حلاوتها، ان احنا هنزنقك على الهوا من غير ما تبقى انت محضر حاجه. لان انا شفت لك انت متعدد المواهب، انت بتنظم رحلات دي حاجه معروفه، انت بتسوق حاجات تركات كبيره دي حاجه معروفه، هي مش تراكات، هي اتوبيسات بس. اتوبيسات كبيره. سوري انا ما قلتش تركات، انا قلت اتوبيسات كبيره. انت كمان انا بفكر خليك بقى تحضر اهو في حاجه يعني، بملى لغايه لما تحضر. انما انا لقيتك كمان صاحب محتوى، يعني الله ليك يخليك. محتوى جامد على التيك توك، وليك نشاط تمثيل فني ابداعي في حته كده فنيه فيك. انا بقول لك احنا فيها حاجات من بعض قوي، ففي حتت فنيه كده فيك. يعني اللي شايفيننا مع بعض من دفعتي او معايا كانوا في الجامعه، عارفين حته الاجتماعيات والرحلات والنشاط ده. فانا بقول لك انت بس ما عنديش بقى حكايه الصوت دي. فعشان كده عايزينك ده يعني ده تخصصي الاساسي، الموسيقى والعزف. الموسيقى والعزف. انا بعزف قانون وبعزف بيانو، وكنت بغني في الاوبرا. كنت بغني في كورالات مع كورالات الكنيسه، وفي كورالات كبيره في الكنيسه كمان، كورالات اسقفيه، كورال المسرح القبطي، وكورال انت ايه كنيستي. صوتك سوبرانو بقى ولا ايه؟ تينور طبقات العاليه. ف يعني الواحد بقاله سنين يعني ما غناش، بس لما جت مشكله النهر بتاع نهر النيل ومش عارفه ايه، فاكيد كده عملت حاجه بدائيه كده على قدي بتاعت اسلاميا مصر. يلا سمعنا. فعملتها في البيت حتى مع صديق بنتي الصغيره، يعني عملناها على الكمبيوتر وبتاع. حتى بنتك مش صغيره انيمور يعني. يعني تجربه بعد سنين طويله من التوقف، يعني انشغالي في الشغل السياحه وبعيد عن الموسيقى. فحاولت اعمل حاجه لمصر كده، اقول لها يعني انا معاك. حتى صورتها جنب الليكس اللي انت بتتكلم عنه دوت والريفر، على اساس انا بتكلم. كانت ازمه سد النهضه شديده في الوقت دوت، بس هي للاسف اتاخرت قوي. كانت مشكله اتحلت تقريبا او ما حصل، يعني كانت حاجه كبيره ساعتها. الاغنيه هي اللي حلت المشكله. لا سمعنا بقى. طبعا اشوف اجرب كده اطلع التون. جرب، احنا على الهوا ما تقلقش. اسلمي يا مصر انني الفدا ذي يميني. مش فاكر الكلام، مش مجمع. انني الفدا يعني نسيت، معلش. انا يعني لو قلت لي كنت هحضر الحاجه. لا انا حلوه المفاجاه، صوت جميل وفعلا. يعني انا جبتها كده على الهوا مره واحده وخضيتك، بس انا كنت عارف ان انت فعلا عندك امكانيات صوتيه حلوه باينه قوي. الله يخليك، تعيش. وانا فعلا سعيد بالحلقه دي النهارده. انا سعد، الله يخليك. واتشرفت بيك في اليوم السادس. وانا اللي زادني الشرف ان انا اكون معاك ومع اي حد بيخدم الجاليه العربيه. انا مع الناس كلها، بحب الناس كلها، يعني عايز الناس كلها تبقى مع بعض، وانا ابقى معاكم في وسطيكوا. دي احلى حاجه ليا في حياتي. لا ان شاء الله يكون لينا ان شاء الله لقاءات تانية، ويكون كمان ترتيبات للرحلات بتاعتنا من هنا. يعني اليوم السادس ممكن يكون النوايا اللي انت ممكن تعمل منها اعلانات لرحلات. عايزين بقى رحلات كبيره، يعني مش رحلات يوم واحد. لا احنا رحنا مصر، احنا عملنا رحله مصر 13 يوم وعملنا رحلتين كوبا، وكانوا ناجحين جدا يعني. وان شاء الله في جاي كتير. احنا عايزين رحلات جوه كندا، احنا عايزين نشجع. شجعوني بس، شجعوني. عندنا دعم من الحكومه في اونتاريو، وده هدفنا ان احنا نطلع حاجه اهو. ده حط لك الكلمات، مالكش حجه. ثانك يو المخرج بتاعنا كيرو. طب كبر لي عشان مش لابس النضاره، انا راجل عجوز يا عم. عشان ما يتلككش. اديها له كبيره.
كبرها له. ده هيجيب لك لا الكلمات. ما تجيبهاش خلاص، خليه خلاص زي ما هي، هناخد اول كوبليه وخلاص زي ما هي. اهي واضحه اهي. طيب خلاص. يلا. اسلمي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. يا علي علي عشان انا ظابط التون ان خلاص كفايه كده كويس. إنما الدهر اتهام. مفيش احلى من ان احنا نختم باسم مصر. بلدنا مصر. يا مصر وانما وحشتيني يا الدهر مصر. اتهامه القيها بفؤادي او القيها بفؤادي. اعزائي مشاهدي اليوم السادس، كانت حلقه جميله النهارده مع الخبير السياحي الاستاذ ريمون بطرس. تعرفنا فيها على مشاهد حلوه. في مكالمه تاني؟ طيب ناخد المكالمه قبل ما نقفل. حاضر. اهلا، نقول الو. الو الو. طيب احنا المكالمة تتعوض معانا ان شاء الله في فترات جاية، وبنعتذر لكم تاني، بس بنقول لكم احنا تشرفنا النهارده بيك النهارده شرف الله استاذ يخليك، ريمون، تشرفت الخبير بيك. السياحي عن اهلا وسهلا. اونتاريو وكندا، وورانا ازاي ممكن نفكر في حاجات كتيرة جديدة، ممكن نفكر في سياحة في كندا. وتعرفنا برضو مع مكالمة خاصة جات لنا من نائب البرلمان في أونتاريو عن الدعم اللي بتقدمه الحكومة في أونتاريو للسياحة، ويا ريت كلنا نفكر فيه وإزاي نشوف طرق نقدم بيها ونستفاد بيها. أعزائي مشاهدي اليوم السادس، ربنا يكون، نرجو أن تكونوا استمتعتوا معنا، وتصبحوا على خير.